الزمالك هيلعب أول مباراة مع سيراميكا يوم الأحد 10 أغسطس. قبل ما يبدأ الدوري الزمالك ابتدى يحط شروطه. الزمالك بلغ هاني أبو ريدة، وبلغ المسؤولين في اتحاد الكرة وفي لجنة الحكام، وبلغ الناس في الرابطة انه مش هيلعب المباراة دي الا لو جابوا له الحكم احمد الغندور حكم. الزمالك طالب احمد الغندور حكم لمباراة سيراميكا كليوباترا في افتتاح الدوري. يا كده يا هنبوظ لكم الدوري من اوله. على فكرة الزمالك لعب 6 مباريات ودية. الحكام في المباريات الودية بيحكموا بضمير، مفيش حاجة ضغط عليهم، لا نقط ولا ما حسبوش للزمالك ولا ضربة جزاء في ال6 ماتشات الودية. ما يستاهلش ولا ضربة جزاء، ما يعرفش ياخد ضربة جزاء، ما بيعرفش. خد بقى عندك من اول ماتش سيراميكا وانت جاي ضربات الجزاء هتنزل ترف زي المطر لصالح الزمالك. ده غير الطرد الظالم اللي عمله احمد الغندور لمهاجم الاتحاد عبد الغني في اخر مباراة للزمالك والاتحاد في القاهرة لما كانوا متعادلين 0-0، وضربة جزاء واضحة جدا للاتحاد. بدل ما يحسب ضربة جزاء للاتحاد يتقدم بها 1-0، حسب ضربة حرة غير مباشرة على المهاجم واعتبره بيمثل واعطاله انذار تاني وطردوه.